اولا هقول لحضرتك على حاجه بس، يعني يا ريت بس ايه، انا بكلمك بقى من قلبي. اتفضل. لو احنا خايفين على مصر، ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل يا استاذ عصام؟ اللي حصل ان بعض الجماهير طبعا واقفه من اول الجمرك لغايه الاستاد، واقفين بازايز وبطوب وبسيوف وبلاوي زرقاء، وانا داخل من على البوابه شفت الكلام ده، والناس كلموني اصدقائي، كلمت المسؤولين عن الامن، يا جماعه الوضع كده 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 كده، واتصلت بالناس بتوعي، خلي بالكم الموضوع كذا كذا كذا، ما تجوش، يا اما نتصل بالشرطه تامنكم وتدخلكم والكلام ده. اتصلنا بالشرطه قالوا هيامنوهم، ما حصلش. لقوا اتوبيسين عدوا من الكمين اللي معمول لهم ودخلوا جوه الاستاد، ماتوا من الضرب، وجمهور المصري طلع من المدرج على جمهور الاتحاد، دغدغ جمهور الاتحاد من الضرب. الضرب كان فين؟ كان جوه ولا بره؟ جوه قدام الناس المسؤولين عن الامن. يا استاذ عصام، طب ايه سبب الكلام ده؟ احنا دايما بنقول الاتحاد والمصري اخوات. ايه اللي جرى؟ ايه اللي حصل؟ يا استاذ ريسي، احنا حضرتك بنيجي او اسكندرانيه بيجوا بورسعيد بيجوا بلدهم، ونفس الوضع بالنسبه طيب، ما انا مستغرب انا ما اعرفش، انا مش عارف في ايه. هل في ناس مسؤوله؟ هل في ناس بتقبض؟ هل في البسامات الموجوده، الجرين والايجل والجرين بتاع دول، يعني الجرين ايجل بتاع المصري مسلط جماهير المصري كلها، يقوموا على جمهور الاتحاد يضربوا جمهور الاتحاد ويجرشوا الجمهور من الملعب ويضربوا الناس اللي في الشوارع وفي السوق. عمرها ما حصلت. في ناس مدسوسه في الموضوع ده والامن مساعد على كده. لا ما تزعلش مني، الكلام دوت يوصل لاي مسؤول في مصر، ما عنديش مشكله، لان لو احنا عندنا في اسكندريه الكلام ده عمره ما يحصل. امن موجود بيسيطر على كل المواقف، والجمهور بيتامن على احسن تامين. انما النهارده اللي حصل ده في طب دلوقتي في حاجه، في اي مشاكل بين الجماهير في الملعب؟ ما فيش جماهير. الجماهير لولا ستر ربنا ووجود محمد غندر ووجود واحد اسمه الاستاذ طارق والناس موجوده معانا، طلعنا جمهور الاتحاد بعد ما اتضربنا معاهم واتشتمنا معاهم، طلعنا جمهور الاتحاد. والناس برضه محمد غندر مشكورا جاب لهم عربيات وجاب لهم ميكروباصات وتكوسه، ورجعناهم تاني نفر ونفرين. يعني جماهير اسكندريه مشيت خلاص؟ جماهير اسكندريه اساسا